حضرتش الاعتذار؟ اعتذروا لنا ولا لا؟ وانا انتظرت تقريبا بقى فتره في الوزاره، وبعدين طب يا جماعه انا كملي تقولي اللي حصل. اعتذرت تقريبا بقالي فوق في الوزاره قد كده، على امل ان الوزير يخش يعبر ان في واحده زي بنته اتضربت واعتدوا عليها وحطوا ايديهم يعني على جسمها واترمى السيجاره في وشها وتسبلها بالدين قدام عينيه وهو واقف، يعني على امل ان ده يخش حتى يهدي من معلش وكده ويجيب الراجل ويعتذر لي. لكن انا مين اللي غلطوا فيك وسبوا لك الدين؟ يعني قولي الامن بتاع بس تقولي اللي حصل. هو لما قلنا لمكتب الوزير ان احنا عايزين الوزير يعتذر لنا، كان الرد ايه؟ بصي بنفس الطريقه كده، الوزير يعتذر لك انت، هيعتذر لك كده واكني حاجه يعني نكره، مش اكني بني ادمه شقيانه طول اليوم وجايه. ده شغلي، ده اكل عيشي، انا واقفه في الشمس اشتغل، يعني ما استاهلش كده ابدا، ما استاهلش ان اتضرب واتهان. يعني انا عملت ايه والراجل بيسب بالدين؟ مصطفى ايه اللي حصل؟ اللي حصل فوق ان احنا طلعنا لمكتب حرس الوزير عشان هم عايزين يخلصوا الموضوع معانا، وبعد ما قعدنا تقريبا مستنيين ساعه يشوفوا ما يخلصوا الموضوع ازاي. بعد ما طلعنا فوق الزميله بتقول ان هي عايزه الوزير يعتذر لها وده حقها اللي حصل فيها، فبنفس الطريقه مدير الحرس بتاع الوزير قال لها الوزير هيعتذر لك انت بنفس الطريقه كده. ثانيه واحده، الوزير رفض يقابلكم؟ الوزير ما رفضش، هو مكتب الوزير اصلا ما وصلش ده للوزير، قال لنا وهيعتذر لكم انتم بس. قول لي يا مصطفى، اصلا هو ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل من البدايه ان احنا كنا بنغطي وقفه اولياء الامور قدام وزاره التربيه والتعليم، والوزير جه يتكلم مع الناس، وبعد ما خلص كلامه معاهم دعا ناس منهم يدخلوا جوه معاه يتكلموا، واحنا كنا بنصور اللي بيحصل. فبعد ما دخل جوه الوزير وفي ناس دخلت وفي صحفيين دخلوا معاه، كنا احنا متاخرين بس خطوتين عن الصحفيين وعن الوزير، فجينا ندخل بدون اي مقدمات. امن الوزاره اعتدى علينا بالضرب وزقنا ودخل في وش السيجاره وضرب. يلا يلا يا جماعه.